السلام عليكم. لسه مكملين في السلوكيات التوكسيك اللي الاب والام ممكن يكونوا بيعملوها مع اولادهم وهم مش واخدين بالهم. السلوك الثالث كان انه الاب والام يتعاملوا مع اولادهم على ان هم مكملين مسيره حياتهم، يعني يعيشوا من خلال ولادهم. يعني ايه؟ يعني مثلا الاب يكون كان عايز يطلع لعيب كوره فما عرفش يعمل ده، فيخلي ابنه لازم يدخل فريق الكوره عشان يكمل اللي الاب ما عرفش يعمله. او ان الام كانت عايزه حاجه معينه، انها مثلا في مجال معين او في كارير معين وعايزه ابنها يخش نفس الكارير او بنتها تخش نفس الكارير عشان تكمل اللي هي بتعمله، ويكون ابنها او بنتها مش حابين ده. اي حاجه من الحاجات دي هو سلوك توكسيك، لان ولادنا بيبقوا مولودين بمواهب معينه وقدرات معينه بتخصهم هم لوحدهم، يعني كل واحد يونيك عن التاني او متميز عن التاني في حاجه. فبالتالي احنا لما بنعمل كده وبنجبرهم على حاجات معينه ممكن ما تكونش هي اهتماماتهم او هي اللي هم عايزينها، فاحنا كده بنسرق منهم حقيقتهم، بنسرق منهم الحاجه الحقيقيه اللي هم عايزين يعملوها واللي طالعه جواهم، وده بيأثر عليهم مع الوقت وبيخليهم دايما عندهم مشكله ان هم حاسين ان هم حاجه وهم بيعملوا حاجه تانية خالص. رابع سلوك توكسيك ان الاب والام يكونوا طول الوقت متوقعين او شايفين ان لازم ولادهم يوافقوا على كل حاجه هم بيقولوها، وان الولاد دي ملهاش اراء تانية غير اراء الاب والام، ملهاش طلبات تانية غير طلبات الاب والام. الحقيقه الموضوع ده بيعمل مشكله. ليه؟ لان الموضوع ده في حقيقته هو بيكون محاوله من الاب والام للسيطره بشكل كامل على اولادهم، ان هم يعملوا عليهم كنترول في كل حاجه، افكارهم، تصرفاتهم، عايزين يعملوا ايه في حياتهم، مستقبلهم، كل الحاجات دي. يبقوا متوقعين دايما ان اولادهم لازم يوافقوا على ده، ومش المفروض من الاب والام انهم محاوله السيطره على اولادهم، ولكن المفروض منهم محاوله التاثير عليهم، وان هم يكونوا المثل بالنسبه لهم، ولكن واولادهم هم اللي ليهم حق الاختيار هم عايزين يبقوا ايه وعايزين يعملوا ايه. وفي الحاله دي بيكون رد فعل الولاد حاجه من الاثنين، يا اما ان هم ينسحبوا خالص ويفقدوا قدرتهم على التفكير بطريقه مختلفه عن طريقه الاب والام، ويفقدوا قدرتهم على النقد على الفكر المختلف، او ان هم في وقت معين هيبداوا يثوروا بقى او يرفضوا فكر مامتهم وباباهم، ويرفضوا حتى ان هم يسمعوهم، ودايما ياخدوا الاتجاه المعاكس للي مامتهم وباباهم بيقولوه. وفي الحالتين رد الفعل ما بيبقاش لطيف، وبالتالي احنا لازم ندي ولادنا الفرصه ان هم يفكروا وياخدوا قراراتهم بنفسهم مع مناقشتهم فيها، مع تعريفهم العواقب بتاعتها، مع كل الحاجات دي، وما نتوقعش منهم ان هم يكونوا نسخه مننا في كل حاجه اللي احنا بنبقى عايزينهم يعملوها دي وبنفرضها عليهم. خامس سلوك توكسيك ممكن الاب والام يكونوا بيعملوه هو ان هم يتعاملوا مع اولادهم او يأدبوهم او يحاولوا يعلموهم حاجه بطريقه فيها عنف او بطريقه فيها عصبيه او انفعال. الحقيقه الطريقه التوكسيك ما بتعملش اي حاجه خالص، يعني نتيجتها ما بتبقاش زي ما الاب والام بيكونوا فاهمين. التأديب بيجي من التعليم، انه لما يحصل موقف مش عاجبني او ابني غلط فيه او عمل حاجه مش المفروض يعملها، انه انا اعلمه ازاي يتعامل مع المواقف بطريقه ما فيهاش عنف ولا غضب ولا عصبيه، بحيث ان هو يفهم الغلطه فين، ويفهم لما ده يحصل تاني ازاي هو المفروض يتعامل. لما بيكون في عصبيه وزعيق او عنف او اي حاجه من الحاجات دي، الرساله اللي بتوصل لاولادنا بقى في الحاله دي انه الازعاج اللي حصل لنا هو اللي خلانا نتعامل معاهم كده. عشان كده بنلاقي احيانا اطفال كتير بتحاول انها تتفادى ردود الافعال دي بان هم يعملوا الحاجه من ورا اهلهم، بيبقى فاكرين ان المشكله في ازعاج الاهل مش في الخطا نفسه اللي هم بيعملوه، او بيبداوا يكذبوا او يقولوا كلام مش حقيقي عشان يتجنبوا ان هم يتحطوا في موقف انه اهلهم يبقوا متعصبين. الاحسن ان احنا نتعامل معاهم بشكل اهدى ونبقى فاهمين كويس ان الطريقه دي ما بتعلمش على قد ما انها بتطلع نتائج اوحش من اللي احنا بنكون متخيلينها. طيب في سلوكيات تانية توكسيك الاب والام بيعملوها؟ ايوه الحقيقه لسه في سلوكيات تانية كتيره جدا توكسيك الاب والام ممكن يكونوا بيعملوها، اعرفوها في الفيديو الجاي.